الشاورما بكل حالاتها بتشهي، بس كيف لو كانت فتة شاورما عبارة عن طبقات من السعادة رح تاخد قلبكم معها. شوفوا كيف حضرتها. أول شي عندي تتبيلة الشاورما اللي انشهرت فيها واللي كلكم حبيتوها. بنحمل مقلاية كتير منيح، بنضيف شوية زيت وبننزل الدجاج بهذا الشكل، ما بنقلبه لحتى ياخد لون حلو من الجهات، حتى تقريبا بده 7 ل 10 دقايق، بعدين بنكمل استواءه. هاي الطريقة الصح لطبخ أي نوع شاورما أو أي نوع صدور دجاج، هيك بضل عندكم دجاج جوسي ومستوي بنفس الوقت. عندي خلطة اللبن عبارة عن لبن وكتير توم وشوية طحين وعصرة ليمون ورشة ملح، نخلطهم سوا وهيك صارت خلطة اللبن جاهزة. بصحن التقديم بنضيف الخبز المقلي وشوي من خلطة اللبن، لاحظوا ما ضفت مرق دجاج. بعدين عندي هون رز مبهر بايت، فيكم تضيفوا أي نوع رز، وفوق شوي من دجاج الشاورما، بعدين باقي خلطة اللبن، وبعدين باقي دجاج الشاورما. زينتها بالمخلل المفروم وشيبس البطاطا، فيكم تضيفوا بطاطا مقلية بس صدقوني الشيبس أعطاها إضافة مميزة. وهيك صارت فتتنا جاهزة، بتقدموها فوراً وصحتين وألف هنا.